أعزائي المشاهدين، في حفل زفاف الكابتن أحمد الينبعاوي لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد ونادي الأهلي السعودي أيضا لكرة اليد، حضر النجوم وحضر المدربون. لارس هانس على رأسهم المدير الفني للمنتخب السعودي ومساعد المدرب الكابتن علي عليوات. كابتن علي، نمسي عليك بالخير ونمسي على المدرب. الله يمسيك بالخير كوتش. ويلكم من جدة ويلكم تو سويدن. ثانك يو. اليوم المدرب لارس هانس يشاهد الكابتن أحمد الينبعاوي أحد لاعبيه يحتفل بليلة عمره. شعوره حينما يشاهد لاعب من لاعبيه أو نجم من نجومه. How you see the Sweden here with Ahmed? It's first time I think when you come for the. This is a very special celebration and it's very nice to see how it's done in Saudi Arabia. هو أول مرة طبعا يحضر مناسبة لأحد العيال، طبعا سعيد جدا إنه يكون موجود، وخاصة أحمد له مكانة خاصة عنده. أنا بالنسبة لي طبعا كنت واعد أحمد إن أنا أكون موجود، الحمد لله إن قدرنا نلحق، يعني جايين من القاهرة على طول لهنا، تكون وسط واحد مثل وسط الشباب الموجودين والجمع هذا الطيب جدا. الواحد مبسوط مع خاصة في زواج أحمد الينبعاوي بالذات، له مكانة خاصة في قلوب الجميع وخاصة كرة اليد. دائما اللاعب بعد أن ينتقل إلى القفص الذهبي يحتاج إلى نصائح، ماذا يقدم له من نصيحة الكوتش لارس هانس؟ What you said for Ahmed after he married now with this day? It's a special night for him. Yes, of course, it's a special night, I know, and but as a coach for the national team, I'm very sad that he's not with us, but I think he will have a good time. أتمنى حياة سعيدة ووقت طيب إن شاء الله. أنا بالعكس يعني أعود وأقول إن المناسبة هذه بالفعل عزيزة علينا كأسرة كرة يد، الحمد لله. يعني الترابط اللي موجود، أكيد الحضور هذا يدل على ترابط أسرة كرة اليد في المملكة. نظرة الكوتش لارس هانس على مستوى الكابتن أحمد الينبعاوي ومستقبله في الكرة المستقبلية. How you see Ahmed in future in handball? I'm sure he will play handball many years. He's a big fighter and he's always in a very good condition, so he will play handball many years. أحمد طبعا على ما قال الكابتن عنده قاتل داخل الملعب، معروف حماسه وروحه أحمد جوا الملعب. أكيد بعد زواجه راح يكون مرتاح أكثر، راح يؤدي أطيب من كذا إن شاء الله. الشبكة الإعلامية سعيدة جدا بلقائها معك أنت شخصيا ومع المدرب هارسلان. احنا أسعد أكيد. Welcome coach and they're happy because you are here also. Thank you very much. It's very nice to be here. Thank you very much. Thank you. مشكور حبيبي.